السلام عليكم، أنا محمود شوقي، طالب في كلية هندسة الفرقة الرابعة قسم حاسبات ونظم تعليم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن كونسيبت مهم جدا في مجال الداتا هو الداتا فيجواليزيشن. زي ما اتشرح في الفيديوهات اللي قبل كده السكرابنج والكليننج، إن إحنا جبنا الداتا في الأول وبدأنا نجهزها ونحضرها. ممكن نمشي في أكتر من اتجاه. ممكن نمشي في اتجاه الماشين ليرنينج موديل، إن إحنا ندخل الداتا دي على موديل ونكمل داتا ساينس بروسيس، ده اللي هيتشرح في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. أو إن إحنا نشتغل في جزء الفيجواليزيشن، إن إحنا معانا الداتا نبدأ نستعرضها نستكشفها نطلع منها بعض الانسايتس أو الملاحظات، نعرضها في شكل رسوم بيانية وجداول تساعدنا على فهم الداتا أكتر أو البيزنس بشكل عام. فده اللي هنعمله النهارده إن شاء الله. إحنا معانا داتا سيت عبارة عن جوب بوستنج أو وظائف. الوظائف دي قدامها المرتبات والبوزيشن والاكسبيرينس. فاحنا هنشوف هل المرتبات بتفرق من مكان للتاني، ازاي الاكسبيرينس بتفرق مع السالري، سعر خدمات الفريلانسنج بيبقى عامل ازاي، ازاي الليفل بتاعك بيفرق. كل ده هنستعرضه النهارده، وهنعمل في الاخر داشبورد او ريبورت نعرض فيه الاحصائيات او الملاحظات بتاعتنا في شكل رسوم بيانيه زي ما قلنا. في اكتر من تول ممكن نشتغل عليها. في اشهر حاجات في الفيجواليزيشن تابلو، باور بي اي، في اكسل كمان، في تولز تانية. فاحنا هنشتغل النهارده على تابلو. تابلو في اكتر من فيرجن، في ديسكتوب، في بابليك، في كلاود. بابليك هو فري، نسخه فري ممكن اي حد يستخدمها. ديسكتوب هي باشتراك او بيدفع فيها فلوس يعني، بس ممكن من الايميل الجامعي نستخدمها ببلاش. في برضه تابلو كلاود، برضه بيبقى في عدد ايام محدده فري زي ما انتم شايفين كده. ده اللي هنشتغل عليه النهارده ان شاء الله. هم كلهم قريبين من بعض، في اختلافات بينهم بس نفس الكونسبت يعني. فخلونا نبدا. احنا لما بنفتح الاول تابلو كلاود بيظهر لنا او تابلو عموما بيظهر لنا الشكل ده. الهوم اول حاجه بتظهر، فاحنا بنروح على البيرسونال سبيس، نعمل كرييت ورك. الاول احنا عايزين برضو نشوف الداتا بتاعتنا شكلها عامل ازاي. هي بتبقى في شكل سي اس في فايل، فاحنا هنستعرضها الاول. ده شكل الداتا بتاعتنا، الداتا سيت بتاعتنا. هي موجوده على موقع كاجل، ان شاء الله هننزلها لكم في الديسكربشن. وهو ده شكلها. بيبقى موجود الاكسبيرينس والجوب تايتل والسالري، الدوله، حجم الشركه، كل ده موجود في الداتا. فاحنا عايزين بقى نطلع شويه ملاحظات من الداتا دي نستخدمها بعد كده ان شاء الله. هو ده الداتا معروضه في اكسل، في سي اس في فايل. احنا لما بنفتح تابلو زي ما قلنا من البيرسونال سبيس ونعمل كريت ورك بوك، بيظهر لنا الاول ان احنا نكونكت مع داتا. فاحنا هنختار هنا فايل، بعد كده نابلود الداتا بتاعتنا. تمام، هي كده ظهرت عندنا. احنا بنجيبها من تحت هنا من داتا سورس. تمام، هي كده ظهرت معانا في الفايل بتاعنا. ده شكل الداتا. هي الداتا جاهزه، مفيش فيها اي مشاكل، مفيش فيها ميسنج فاليوز، مفيش اي حاجه، بس فيها بعض التعديلات اللي احنا هنعملها. زي مثلا الاختصارات دي. هنا مثلا اكسبيرينس ليفل، هنا الاكس اي ده اللي هو السينيور، الام ال ده اللي هو الميد ليفل، انت ليفل. فاحنا عايزين نخليها باسمها عشان لما نيجي نعرضها بعد كده تكون سهله عليك. فاحنا بنضغط هنا وبعد كده بنعمل اليسز. هنغير بس الاسامي عشان تبقى سهله علينا. الاي ان ده اللي هو الانتر ليفل، هنا الاكسبرت ده الميد ليفل، وهنا السينيور. كده احنا خلصنا التسميه. احنا سمينا كل حاجه باسمها الاصلي مش اختصارات يعني عشان تسهل علينا لما نيجي نعرضها. هنا برضو التايب في اكتر من شكل. السي تي ده اللي هي اختصار كونتراكت. الاف ال ده اللي هو الفريلانسنج. اف تي اللي هو الفول تايم. ده هنا الفريلانسنج. هنا فول تايم، وهنا البارت تايم. هنا التايتل مظبوط، السالري، العملة، السعر بالدولار، كله مظبوط معانا.
هنا بس الكومباني سايز هنغيره، دي اللي هي لارج، ده حجم الشركة يعني. هنا وهنا سمول. كده احنا يعتبر الداتا بتاعتنا جاهزة. هنرجع تاني بقى للشيتس. الشيتس بالنسبة لنا هي تعتبر الكومبوننتس الأساسية في الداشبورد. يعني نقدر نقول إن الداشبورد عبارة عن شيتس مرتبطة ببعض أو مترتبة بشكل معين، تظهر لنا في الآخر. كل شيت بتعبر عن معلومة معينة أو عن رسمة، عن انسايت طلعناها. فده كل ده نقدر نعمله من خلال الشيت. فممكن نقول إن كل شيت بيعبر عن ملحوظة أو حاجة معينة في الداتا، بنعبر عنها في خلال رسمة وبنعرضها في الآخر في الداشبورد. فعندنا مثلا هنا الكولمز بتاعتنا، اللوكيشن، السايز، التايتل، اكسبيرينس، كل ده موجود عندنا. احنا ممكن نبدا اول حاجه بحجم الشركات مثلا، نحطها هنا في الكلر. هيبدا يظهر لنا 3 الوان، كل لون بيعبر عن حجم معين. فعشان نظهره اكتر ممكن نعمله في شكل الطيب. فهيظهر لنا ايه 3 الوان بتوعنا، ميديوم، لارج، سمول. احنا برضو عشان نظهر الداتا اكتر فاحنا هنروح هنا نحطها في ليبل. كده بدا يظهر لنا كل حاجه مكتوب جنبها ايه اللون بيعبر عنه. ممكن برضو نعمل كده الميجر كاونت تاني، نحطها في ليبل. بعد كده نرتبهم، يظهر لنا الشكل ده، ان في عندنا 326 شركه ميديوم، في 198 شركه لارج، و83 شركه سمول. دي كده مثلا اول ملحوظه قدرنا نطلعها من الداتا. فبرضه عايزين نظبط الشكل اكتر. ممكن نعمل هنا، نيجي هنا نعمل سم، بنضغط مرتين وبعد كده صفر. احنا كده عملنا ايه تكرار للشارت دي. هنعرف نستفيد منها ازاي. احنا في الشارت اللي تحت مش محتاجين الالوان دي، ولا محتاجين الليبلز ولا اي حاجه. احنا بس محتاجينها بحيث انها تتشكل ايه احسن مع الشارت اللي فوق. فاحنا هندمجهم مع بعض من خلال الدول اكسس. كده اندمجوا. هنرجع تاني للشارت الاولانيه، نظبطها بس بحيث انها تظهر. فهنعمل ايه، هنزود حجمها شويه. كده بدات تظهر. الشارت التانية برضو نفس الكلام، ممكن نتحكم في الحجم، نزوده او نقلله. يعني كده ممكن تكون مناسبة. نصغر دي شوية عشان كده بالنسبة لنا كويسة. بعد كده بقى ايه، ممكن نظبط الفيو بحيث انها تظهر في النص. هنا الفيو اهو، هنحطه بس كده انترفيو. كده هي ظبطت بحيث ان الداشبورد بتاعتنا متقسمة. اول حاجة عندنا اول شيت. كده الفيو جاب لنا الشارت بتاعتنا في النص بالظبط. ممكن نشيل دي بقى، محتاجينها دلوقتي. ممكن برضو نحط فلترز، يعني نحط اللوكيشن كفلتر. هنا اللوكيشن في كل الدول اللي موجود فيها الشركات دي. آه، ممكن نبدأ مثلا باليو اس كمثال. ان احنا مثلا ايه عندنا الشركات اللي موجودة في اليو اس بس. عندنا مثلا 218 شركة متوسطة، 106 شركة لارج، و31 سمول. دول الشركات الموجودين في اليو اس. احنا برضو هنعمل شو فلتر هنا، يظهر في الجنب. ممكن نتحكم من هنا او من هنا عادي. يعني ممكن نختار مثلا اماكن معينه نعرضها او كده، بس احنا هنختار اول بحيث ان كل الدول تكون معروضه قدامنا. دي الشركات بتاعتنا كلها زي ما كنا شغالين في الاول. احنا برضو مش محتاجين ده دلوقتي. عايزين برضو نشيل الاكسس من هنا، بيتشال من السهم ده. كده بيت اكسس. مش هنشيل الصفر ده، ونخلي هنا كده يتشال من الجنب.
نفس الكلام برضو هنا، شيل الصفر ده، نون، ونشيل الصفر. كده إلى حد ما الشكل يعني متناسق. هنغير الاسم، عايزين نغير اسم الشيت، نخليه مثلا total companies. غيرنا الاسم عشان ده اللي هيتعرض في الشارت. الاسم بتاعنا ممكن برضو نغير شوية في الستايل، يعني مثلا ممكن نختار لون مختلف. هنروح عند الفورمات، ورك شيت، بعد كده الشيدنج، ممكن نختار اللون ده مثلا، شكله كويس. نفس الكلام هنغير لون الشارت نفسها، مثلا نروح عند الشارت التانية، قلنا الشارت اللي هي الداخلية دي هي التانية. برضو ممكن نكبر الحجم هنا شوية عشان تبان، يعني كده أحسن مثلا. بعد كده بقى نروح هنا نغير لون، نخليه مثلا إيه، الكلر هنخليه نفس اللون مثلا، أو يعني أفتح شوية كده مثلا. هو نفس اللون تقريبا. بعد كده هنروح على اللي فوق، نغير اللون برضو اوتوماتيك، في بلو بلاك. ممكن نخليه مثلا نجرب نخليه جراي كده، يعني هي شكلها كده أحسن. تمام، يعني ده بالنسبة لي كويس. ممكن نغير برضو حاجات تانية. ممكن نرجع مثلا للشارت بتاعتنا ونخلي الأرقام دي بدل ما هي أرقام كده نخليها نسب مئوية. فهنروح عند الكاونت، بعد كده كويك تيبل كالكوليشنز، percent of total. كده بدأ يظهر لنا نسب مئوية، فهيدينا مؤشر كويس أو هنقدر نفهم الداتا أكتر. يعني إحنا مثلا كده فهمنا إن حجم الشركات السمول بتمثل 13% من توتال الشركات، واللارج 32%، وهكذا. فده خلانا نفهم الداتا أكتر، أو خلى الموضوع بالنسبة لنا أوضح يعني. ممكن برضو نرجع تاني للفورمات، إحنا عايزين نشيل اللاين ده مثلا أو الخطوط دي، فهنروح هنا اللاينز، ده اسمه الزيرو لاين. هنخلي الأورست بتاعك صفر، كده هو مش ظاهر. البوردرز برضو دي اسمها الكولوم ديفايدرز، فاحنا هنعمل كده شالت. كده بقى الموضوع بالنسبة لنا أحسن. ممكن برضو نرجع للعنوان هنا، نغير التايتل ده ونخليه أوضح يعني. فهو توتال كومبانيز عادي، بس احنا هنخليه لون مختلف عشان يظهر يعني. فنروح عنده كده نخليه لونه أبيض، ونخليه كبر شوية وفي النص، ممكن نزود الحجم كمان. بس كده ظبط معانا، وكده يعتبر احنا خلصنا أول شيت معانا. هنبدأ بإننا نعمل شيت جديد، مش هنكرره لأننا هنشتغل على حاجة جديدة يعني. فهنروح عند الفيلدز، هنا الفيلدز بتاعتنا ممكن نشتغل دلوقتي على الامبلوي ريسيدنس اللي هي الدول بتاعة الموظفين. هناخدها نحطها في الروز هنا عشان تظهر لنا على شكل صفوف زي ما ظهرت دلوقتي كده. كل دولة اختصارها حرفين، بس عايزين نعرف بقى كل دولة فيها كام موظف. فهناخد الامبلوي ريسيدنس نحطه في التكست، ونخليه ميجر كاونت زي ما كنا بنعمل قبل كده. تمام، ظهر هنا كل دولة فيها كام موظف، بس مش مترتبين، هم مترتبين أبجدي.
فهنرتبهم على حسب الأرقام من هنا. تمام. ظهر لنا إن أكبر دولة هي الUS أمريكا فيها 332 موظف، بعد كده بريطانيا العظمى، بعد كده الهند، مترتبين بشكل مناسب يعني. بس إحنا برضو عايزين نعرضه في شكل chart أو بشكل رسم بياني يعني، فنروح هنا show me. كده ظهر لنا الشكل ده. برضو عايزين نرتبهم فهنعمل sort من هنا. تمام. بس هنا دلوقتي عدد كبير شوية، فاحنا ممكن ناخد أكبر 10 دول، فهنروح ناخد الريسيدنس نحطه في الفلترز، بعد كده ناخد التوب فيلد، هناخد أكبر 10 زي ما هو مكتوب كده، أبلاي. تمام. ظهر لنا دلوقتي أكبر 10 دول، بس عايزين نظبط الشكل أكتر، فهنروح هنا نخليها إيه طيب. تمام كده. عايزين برضو نعرف الرقم قدام كل دولة، فهنجيب الامبلوريستنس نحطه هنا برضو، نعمل نفس اللي كنا بنعمله measure count. ظهر لنا الرقم قدام كل دولة. كده شكلها ظبط معايا، ناقص بس اللون وكذا حاجة كده، فهنبدأ نشتغل عليهم يعني. هنشيل بس الأول دي من تحت، مش محتاجينها. تايتل. تمام. نظبط بقى الألوان، أو الأول نظبط الاسم. هنخليه توب 10 employee response. تمام كده. قلنا نخليه في النص ونخليه لون أبيض، لأن احنا الشارت بتاعتنا بتبقى لونها غامق، وهي 18. تمام. هو هيظهر دلوقتي لما نغير لون. نروح عند الفورمات، ورك كده الشيدنج هنخليها نفس اللون اللي كنا شغالين عليه قبل كده. تمام. عايزين نشيل الخطوط البيضاء دي، فهنروح عند اللاينز نخليها تختفي. تمام كده. ايه تاني؟ نظبط الفونت خليه لون ابيض. تمام كده بقى شكلها احسن، كل حاجه مظبوطه اهي. نغير بس الاسم الشيت من تحت بدل ما نكتبه تاني يعني. تمام كده. ناقص ايه تاني؟ ناقص الالوان دي نغيرها برضه عشان تناسب الالوان ويبقى في تناسق يعني. ممكن نجرب اللون ده مثلا. تمام كده خلصنا الشارت. نبدأ نشتغل على شارت تاني. برضو الشارت دي فادتنا بإن إحنا عرفنا دلوقتي أماكن الموظفين، وعرفنا إيه الدولة اللي بتمثل لنا يعني أكبر حجم من الموظفين، وشايفين الفرق بينها وبين المركز التاني، وبدأنا نشوف بعد كده إيه هم أكبر 10 دول. فدي برضو معلومة مهمة معانا، وهنكمل بعد كده في الشارت التاني. دلوقتي عايزين نبدأ نقارن بين المرتبات ونشوف إزاي بتفرق مع اختلاف الخبرة ومع اختلاف الامبلويمنت تايب. فبعد ما نعمل شيت هنروح عند experience level نحطه في الروز، ونفس الكلام مع الامبلويمنت تايب. نبدأ نجيب السالري نضيفه معاهم، السالري بالدولار. بدأ يظهر لنا اهو الأرقام، بس احنا عايزين هنا الافريج، فهنروح نخليه ميجر افريج. بدأ يظهر لنا متوسط المرتبات، وواضح انها يعني في اختلافات، فاحنا عايزين برضو نفيجوالايز الأرقام دي، فهنروح عند شو مي نختار الشارت، نختار مثلا دي. تمام. نشيل دي برضو من هنا، ونظبط الفيو بحيث ان احنا نخليها انتر فيو. تمام. دلوقتي بدأ يوضح أكتر الاختلاف، وبدأ يظهر أكتر الأرقام وإزاي بتختلف مع الإكسبيرينس. فمثلا عندنا الانتر ليفل هو أقل أرقام فيهم يعني. عندنا هنا الإكسبرت هو أعلى أرقام. برضه هنا هو فول تايم
احنا هنا مثلا في السكشن بتاع الفول تايم في بارت تايم، في اختلافات. البارت تايم مثلا اسعاره اقل من الفول تايم وهكذا. فاحنا عايزين برضو نظبط الفورمات ونظبط اللون، فهنروح عند الفورمات ورك شيت زي ما كنا بنعمل، نروح عند الشيدنج. تمام، برضو هنشيل الخطوط اللي ظهرت دي، نخليها صفر. تمام. عايزين نوضح الفونت اكتر، فنروح نخليه بلون ابيض. تمام كده. يعني شكلها كويس اهي. هنظهر بقى التايتل هنا او العنوان يعني بتاع الشيت. ممكن نخليه salary in USD. ممكن نخليه ان هو السالري بالدولار يعني، وممكن نقول برضو ان هو باي الاكسبيرينس ليفل اند امبلويمنت امبلوي. تمام. برضو هنظبط التايتل نخليه في النص، ونظبط اللون، الحجم، كل ده هنظبطه. تمام كده. احنا ممكن نشيل برضو التايتل ده من هنا، نشيل التايتل ده. تمام كده، بدأ يظهر لنا الجراف ده. اعتقد مش محتاجين حاجة تانية من هنا يعني. ممكن نكبر الفونت اكتر عادي يعني، ممكن يبقى شكلها اوضح. احنا نكبر الفونت، نخليه مثلا 12 مثلا، ولا نقلل اكتر. هي كانت 9 فممكن نخليها مثلا 11 لان الرقم هنا بيفرق. فتمام كده بقت اوضح اكتر. هنغير برضو الاسم من تحت، اسم الشيت يعني، فهناخد كوبي. اكسبيرينس مكتوبة غلط. آه، هنخليها نظبطها هنا برضه. تمام كده. ممكن نبدأ بقى في الشيت اللي بعد كده. في الشيت ده نبدأ نستكشف اللوكيشنز اللي معانا ونعرضها على الخريطة، ونبدأ نشوف ازاي السالري بيختلف من مكان للتاني. فهنروح عند الكومباني لوكيشن، عند التايب، بعد كده جيوغرافيك رول، بعدين هنختار country average، وهنضغط مرتين عليها هيعرض لنا الخريطة. تمام، ظهرت معانا بس لسه مش واضح السالري او واضح حاجة، فهنروح عند السالري بالدولار، بعد كده نحطه في الكلر. تمام، ظهر معانا. بس ده السم يعني، ده مجموع المرتبات، احنا عايزين الافريج. فهنروح عند الميجر، نختار الافريج. تمام، الالوان اتغيرت. وظهر لنا في الجنب ان اول حاجه عندنا بتبدا من 4000 او اول يعني متوسط مرتبات، بعد كده اكتر حاجه اللي هي 157,000. فاحنا عايزين برضو نعرض ده. ظاهر اهو عندنا مثلا يو اس متوسط مرتبات 144، هنا كندا 99 وهكذا. فاحنا هنشيل دي من هنا دلوقتي مش محتاجينها. كده الالوان تمام معانا، بس نظبطها بقى بحيث تكون متناسقه مع باقي الشيتس. فهنروح عند الماب، باك جراوند، نختار انها تكون دارك. عايزين برضو نغير الالوان دي. طبعا واضح ان هي كل ما تكون اغمق يكون السالري اكتر، كل ما اللون يخف ان معنى كده ان السالري بيكون اقل. فاحنا برضو هنغير الالوان دي بس نخليها متناسقه مع باقي الالوان. الكلر.
هنختار مثلا الجراي. تمام، ظبط معانا. برضو هنغير الفورمات شيت، نروح عند الشيدنج، نخليها برضو نفس اللون. هو هنا الألوان مختلفة فممكن نخففه شوية. تمام. دلوقتي هنروح نغير التايتل، نشيل الاسم اللي موجود، نخلي اللون أبيض، ونخلي الاسم ماب سالري باي لوكيشن. نجيب الاسم هنا في النص، نكبر الخط شوية. ناخد الاسم كوبي برضو عشان نغيره من تحت. نغير اسم الشيت من هنا. تمام كده. كده يعتبر خلصنا الماب بتاعتنا، عرضنا فيها اختلاف السالاريز باختلاف الأماكن، وإن إزاي في دول فيها متوسط مرتبات بتكون أعلى من التانية، وعرضنا ده برضو بالألوان. فكده خلصنا الماب بتاعتنا. نبدأ شيت جديد. في الشيت ده هنبدأ نعرض الجوب تايتلز ونشوف ازاي السالاريز بتختلف برضو من تايتل للتاني، وازاي ده برضو بيختلف مع الاكسبيرينس. فهنبدأ نحط الجوب تايتل هنا في الروز، نحط الاكسبيرينس برضو. تمام. نبدأ نجيب السالاري، نحطه في تكست، هنخليه افريج، ميجر افريج. تمام كده. بدأ يعرض لنا متوسط مرتبات برضو في كل تايتل. هنا مثلا بيج داتا انجينير، الانتر ليفل 30,000 والميد ليفل 30 وهكذا. برضو هنا داتا اركتكت، داتا اناليتكس انجينير. عرض لنا كل التايتلز ومتوسط مرتبات واختلافها برضو مع الاكسبيرينس. عايزين نعرض ده برضو في شكل تشارت، فهنروح هنا نختار التشارت دي مثلا. تمام كده. شيل دي بس من هنا دلوقتي، مش محتاجينها. كده عرض لنا التايتلز، ويعرض لنا برضو بالالوان الاكسبيرينس بتختلف ازاي. هنا الانتر ليفل، هنا الاكسبرت. برضو حاطين هنا متوسط مرتبات، بس هنشيل ده مش محتاجينه دلوقتي. تمام كده. هنغير الالوان، هنخلي نروح عند فورمات وركشيت، هنخلي الشيدنج اللون بتاعه نفس اللون. نشيل الخطوط، خليها تختفي. تمام. هنخلي الفونت برضو لون أبيض. تمام كده. وآخر حاجة بقى نغير التايتل زي ما كنا بنعمل. نخليه أبيض، هنخليها السالري من USD باي جوب. تمام كده. آه، زي ما واضح قدامنا برضو المرتبات مع التايتلز كل ده ظبطناه. هنغير بقى الاسم من تحت برضه عشان يبقى خلصنا كل حاجة. اسم الشيت من تحت هناخد كوبي. تمام كده. كده يعتبر خلصنا كل الشيتس اللي معانا. دلوقتي عايزين نجمع كل الشيتس دي في مكان واحد، ونقدم ريبورت أو داشبورد. فهنبدأ دلوقتي نعرض كل ده في داشبورد واحدة، ونطلع الانسايتس بتاعتنا بحيث إنها تكون مفيدة لليوزر. دلوقتي هنبدأ نعمل كرييت للداشبورد، بس قبل ما نبدأ هنظبط التايتل هنا بحيث إنه يكون متناسق مع باقي الشيتس. نكبر الخط وهنخليه في النص.
بعد كده بنروح نعمل نيو داشبورد. هنا نيو داشبورد نضغط عليها، ظهر لنا الشكل ده. أعتقد الوضع في الداشبورد هيكون أسهل من الباقي، لأن إحنا بس بنجيب الشيتس نحطها هنا، فالموضوع يكون أسهل شوية بإذن الله. هنكبر بس حجم الداشبورد شوية، نخليها مثلا 1600، هنا 1000. ممكن برضو نعمل أي سايز تاني عادي، بس أنا عامل هنا عشان المقاس يكون مناسب، عامل الأرقام دي يعني. هنبدأ ناخد بقى الشيتس من هنا ونعمل لها دراج اند دروب هنا. فنبدأ مثلا بأول حاجة الماب، خليها على الشمال. تمام. اللون الأبيض ده ظهر عشان الباك جراوند بيضة، فهنخليها نفس اللون الرصاصي بتاعنا. نروح عند الفورمات، نخلي الباك جراوند نفس اللون بتاعنا. تمام، ظبط. أول حاجة عندنا الماب أهي. هنبدأ بقى نحط باقي الحاجات. فهنختار مثلا التوب 10 امبلوي ريسيدنس تبقى تحتها. تمام كده. بعد كده بقى ناخد التوتال كومبانيز نخليها في الجنب ده، والاكسبيرينس تبقى تحتها. وبعد كده بقى نجيب السالري باي اكسبيرينس في الجنب، وتحتها تكون salary by job title. تمام كده. نشيل بس من هنا. ناقص الشرط الأخيرة خليها تحتهم. تمام كده. نبدأ بقى نظبط المقاس أكتر بحيث إنها تكون متناسقة. فنقلل شوية حجم الماب، ونقلل دي برضو. تمام. واضح إن كده الكومبانيز أكبر شوية، فهنصغرها. نصغر الاكسبيرينس برضو عشان employment type تظهر معانا. تمام كده لحد ما متناسقين. ممكن نطلع دي شوية. تمام. برضو ممكن نكبر الجنب ده شوية. الموضوع دلوقتي بقى بيكون ستايلينج أكتر، إن إحنا بس بنخلي الشكل أحسن يعني. فنظبط المقاس بحيث إن كل حاجة إلى حد ما تكون متناسقة يعني. نكبر بس دي شوية برضو. تمام كده. كده إلى حد ما متناسقين يعني، والترتيب كويس والألوان كل حاجة مظبوطة. آخر حاجة بقى إن إحنا بنعمل ببلش للداشبورد، بس نظبط برضو الاسم الأول. خليها شوب بوستنج. بوستنج ده اسم الداشبورد. تمام كده احنا يعتبر خلصنا. نعمل بقى ببلش للداشبورد. احنا زي ما قلنا ان ده كلاود، فبيسيف في الكلاود يعني. بس وبعد كده بقى بنعرضها بشكل كامل. هنعمل كده دلوقتي اهو. نروح للورك بوك. دي الداشبورد بتاعتنا. تمام. نشيل بس دي من هنا، نكبر الشاشة. تمام كده. ده الشكل النهائي بتاعنا. برضه هنسيب الداتا سيت في الديسكربشن عشان تجربوها وتعملوا الشكل ده، او ممكن تعملوا اشكال تانية. وهيكون برضه في الكونتاكس لو حابين تتواصلوا او تسالوا على اي حاجه. وتابعوا بقى القناه ان شاء الله، هيبقى في فيديوهات تانية خاصه بالماشين ليرنينج والداتا ساينس بروسيس في البلاي ليست دي. واتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لكم.